مليون مبروك فوز المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن بهدفين مقابل لا شيء على منتخب اثيوبيا الضعيف للغاية. على فكرة يا جماعة، شفنا مباراة سيئة من قبل المنتخب المصري، شفنا فيها عشوائية في الأداء الهجومي، مفيش جمل تكتيكية واضحة. كنا بنلعب في الثلث الأمامي للمنتخب الأثيوبي، ولكن مفيش نجاعة هجومية ولا في يعني في رعونة. بالعكس، هو كان موجود، كان في رعونة في انهاء الهجمات. كل لعيب بيلعب باسلوبه هو وبطريقته هو، حتى التسديدات اللي اتسددت كانت تسديدات عشوائيه. الكرات البالونيه اللي بالعرض ما كانتش حتى في كرات يعني كرات عرضيه، كروسات محترمه. بالعكس، كانت في يعني عشوائيه في الاداء بصفه عامه. نتمنى ان الكلام ده يتحسن، علشان لو بنقابل خصم اقوى زي بوركينا فاسو، المفروض المباراه القادمه هي مباراه الصعود، فيكون في اداء افضل من كده، بشكل افضل من كده، وما يكونش فيه عشوائيه. ممكن عشان اللعيبه كانت بعيده عن التجمعات الدوليه والمحافل الدوليه بقالها فتره، وكل واحد بيلعب في انديته. هنشوف كل اللي هيحصل الفتره الجايه، ولكن كل التوفيق في مباراه يوم الثلاث ان شاء الله يا جماعه. وان شاء الله يكون الفوز حليفنا وحليف المنتخب المصري، والصعود لكاس العالم يكون هو القادم باذن الله.